للأسف سقوط أشجار داخل فيناء مسجد أبو بكر الصديق بلدية سيدي عمار ولاية عنابة نتيجة الرياح القوية. وأيضا نصيحة لوجه الله، يعني الناس اللي تغرس ربما الأشجار أعطاها حقها طبعا اللي تخش به التربة، وأيضا التقليم، لأنه الشجرة كما تشاهدون طويلة ولم يتم تقليمها أو زبرها من الأول. يعني نتمنى إن شاء الله لما يكون الجذع يعني الدارجة خير برقيق والكمية الخضراء الفوق كبيرة بزاف، هنا راح تكون النتيجة هذه. والغرس طبعا اللي ما هوش في اللينور ما هوش في المقاسات راح تكون النتيجة هذه. وأيضا نصيحة لوجه الله خوتنا اللي يغرسوا الأشجار فوق الأرصفة قرب الجدران قرب، يعني ربما اليوم جاءت هذه المناسبة بانوا له خوتنا برك شوفوا الشجرة هذه المقصوصة بجانب مسجد أبو بكر الصديق، هذه قصوها عندها حوالي 4 أشهر، وحضرنا حتى في عملية القص تاعها وطبعا القضاء عليها صح التعبير. أبشع حاجة أنك ترى شجرة يقضى عليها يعني، وهذا بسبب هذا الجذور تاعها. طبعا الشجرة هذه معروفة، الشجرة اللي يعرفها الجزائريين كامل يقولوا شجرة البلاستيك، الورقة تاعها بلاستيك هذه، لأن الجذور تاعها دخلت للمايضة وأثرت على الأساسيات تاع مسجد الصلاة. نتمنى إن شاء الله نعطيو للشجرة حقها ونغرسها في مكان مناسب، وأيضا مراعاة كل صنف في بلاصته إن شاء الله. نتمنى الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم.